نصه مصري والتاني كويتي، واتولد في بقه معلقة دهب، واتخان مرتين واتساب في التالتة، وحصل له مشكلة مزمنة في القلب بسببهم، ومراته أكبر منه وأبوه نقله من المدرسة البريطانية للحكومة علشان بيقول دادي، وكان بيزوغ من المدرسة علشان يقعد مع البنات، وأخلاقه كانت مش ولا بد، وبيلبس الدبلة في اليمين لسبب محدش يتوقعه. أسرار مثيرة عن حياة حازم إيهاب بعد نجاحه في حكاية هند. يا ترى إيه أسرار حياته؟ هل مراته بتتضايق لما بيقول إنها أكبر منه؟ ايه حكاية ابنه اللي رحل بعد ولادته بأيام؟ كل ده وأكتر هتسمعوا معايا في الفيديو ده، خليكم متابعين للآخر. حازم إيهاب الولد الجامد اللي مطلع عين ليلى أحمد زاهر في حكاية هند. لما تعرفوا قصة حياته هيصعب عليكم. حازم اتولد في بقه معلقة دهب زي ما بيقولوا، لأنه اتولد في الكويت رغم إن أمه وأبوه مصريين بس كانوا شغالين في الكويت. أمه موجهة إنجليزي وأبوه كان شغال شغلانة تقيلة قوي في البلد، وما خلفوش غير حازم وأخ أكبر منه بحوالي 5 سنين. وطبعا حازم آخر العنقود اللي واخد الدلع والاهتمام كله، ودخوله لمدرسة بريطانية، وللأسف هو ما كانش بيحب التعليم خالص. أخلاقه كمان كانت مش ولا بد على حسب كلامه، وقال إنه كان بيزوغ من الحصص علشان يروح يقعد مع دكتورة المدرسة أو الميس، أي واحدة فيهم، لأنه بيقول كنت بحب الستات قوي وبحب قعدتهم. أبوه لما لقاه بيكبر وهو فافي قوي كده وما بيقولش غير دادي ومامي، قال لا بس كده كفاية، ما ينفعش ابني يكمل بالشكل ده، ونقله بسرعة لمدرسة حكومي في الكويت. وطبعا الوقت ده وهو كان في إعدادي، وقال في أول سنة أنا مش عايز منك مجموع علشان عارف انك نقلت من البريطاني للعربي فهتبقى صعبة شوية، انما بعد كده شد حيلك. والمفاجأة انه ما زعلش على مدرسته غير علشان كان معاه بنات، انما الحكومي ولاده بس مش مختلطة. في الفترة دي بدأ التمثيل يشغله في دماغه ويفكر فيه، وكان بيقول لاصحابه انا هبقى ممثل وهتجوز واحدة اكبر مني، وهو اصلا ما كانش فيه اي نقطة بتقوله انك هتمثل، بالذات ان عيلته كلها ملهاش علاقة بالفن. ولفت السنين وكبر نجمنا، واول ما خلص ثانوية عامة ابوه قال له مستحيل تدخل معهد تمثيل، اتعلم الاول وبعدين يبقى شوف التمثيل ده، لأن ده كلام فاضي مش هيأكلك عيش. ونزل حازم من الكويت للقاهرة علشان يدخل الجامعة، وبرضه بدأ يدور على المسرح ويجري ورا حلمه لحد ما حققه. حازم إيهاب ما كانش ليه حظ في الحب، يعني أول مرة حب خانته وقلبه دق تاني فسابته، ودي كان هيجرى له حاجة فيها، ودخل المستشفى وحصل له أزمة في قلبه، وللأسف الأزمة دي مزمنة وبيعاني منها لحد دلوقتي وما بيقدرش يشرب قهوة. وبعدها بفترة قالك خلاص لقيت العوض، وحب واحدة تالتة خالص، بس ظنه طلع مش في محله لأنها هي كمان خانته. قال بس كده كفايه، انا كده قلبي هيقف. لحد ما في يوم قابل بنوته جميله واتكلم معاها ووقع في حبها من اول نظره، وفضلوا يتكلموا اسبوع، وبعدها قابل امها وخطبها، ودي تبقى مراته الحاليه اللي جت عوضته عن كل اللي شافه، رغم انها اكبر منه وهو بيعترف بده في كل مكان، وهو مش بيتضايق خالص ولا بيبص للعمر. اما بقى حكايه الدبله اللي بيلبسها في اليمين فده علشان اوقات بتحصل له مشكله في ايديه الشمال مش اكتر. حازم ابنه رحل بعد ايام من ولادته علشان كان عنده مشكله في القلب، ولسه حزين عليه لحد النهارده. قولوا لي بقى بعد ما عرفتوا قصة حياته لسه متضايقين منه عشان اللي عمله في هند؟ شاركونا في التعليقات.